احنا كلنا محطوطين في كل حته بالمحتويات الاعلاميه، اذا كان سوشيال ميديا ولا صحافه ولا تلفزيون، وده دايما مخلينا متعرضين للتاثر بطرق اللي اصحاب المنصات الاعلاميه دي بتتعامل بيها معانا. ومعنى ان في نمط للسلوك وازاي احنا بنتعرض له وازاي هم اصلا بيعملوه بيستخدموه علينا، فده معناه ان في منهج لده. كان فيديو النهارده هي اهم 5 نظريات اعلاميه ممكن تفهمك شويه هو الاعلام بيشتغل ازاي. ثانية عشرة الإسرائيلية تتحدث. اللافت في الموضوع كمان إنه كثير من المقبوض عليهم وقبل ما يمسكوا نفاذ الوقود والبرد في ظل. انا حاليا دلوقتي لسه بدرس وفي كليه اداب اعلام، وده الامانه يعني عشان نكون صريحين انا مش مهتم بالكليه قوي، بس كان في ماده عندنا اسمها نظريات الاعلام، بيتشرح فيها اهم النظريات المطروحه عن الاعلام من زمان ودلوقتي. وزي ما بقول لك انا مش مهتم بالكليه قوي، بس بيبقى في يومين 3 قبل الامتحان بقعد اذاكر فيهم، بس الماده دي بالذات بقى ما ذاكرتش اي حاجه فيها ولا قريت ملخص ولا عملت اي حاجه. بس انا لما دخلت الامتحان وقريت اسامي النظريات فقعدت افكر اللي هو تطلع معانا فكره فيديو حلو. فالهدف من الفيديو ده انك تفهم ازاي وسائل الاعلام تقدر ان هي تغسل مخك وتستولي على جزء كبير من تفكيرك في ان هو ازاي يمشي. انت ممكن تاخدها من الناحيه دي كنظريات مؤامره والكلام ده كله، بس ده هيحجم مخك انها حاجه اكبر منك بكتير فشخ، فانت مش هتعرف تفهمها. بس هي فعلا مش كده والموضوع بسيط، فعشان كده انا هحاول اقولها لك باكتر شكل بيزك من غير مونتاج كتير ومن غير حركات كتير والكلام. انا مكسل اعمل مونتاج. بص عموما في النظريات دي اكتر حاجه هتلفت انتباهك اول ما تبص عليها هي اسامي النظريات. هما بيبقوا عارفين هما بيختاروا الاسامي ازاي، في الاول وفي الاخر اعلاميين برضه، فاهم؟ الرصاص السحريه، الاستخدامات والاشباعات، فاهم هم جايين منين؟ فاول نظريه هي نظريه الرصاصه السحريه. زمان كان الاعلام قمه في المباشره، مفيش اي رسائل مبطنه ولا حاجه عايزين يحطوها في دماغك، فكان الخبر يحصل من هنا يتحط قدامك زي ما هو ما يتغيرش في اي حاجه. او مثلا انت عايز تبيع شاور جل، فانت هتقول الشاور جل ده بيرغي كويس، بينظف كويس، ايا كان ده كويس. فجاء عمنا برنيس في اول الحرب العالميه الاولى. الحرب في الوقت ده في امريكا كانت متعامله ان هي حرب بعيده عننا، ان هي حرب في اوروبا، فاحنا مالناش دعوه بيها، ليه هنودي عيالنا يحاربوا هناك في ارض غير ارضهم اصلا. بس هنا بالظبط تكمن التركايه، عامل حاجه على قد ما هي تبان بسيطه وغبيه دلوقتي، بس في وقتها الموضوع فعلا كان ثوره اعلاميه. حتى بوسترات في كل حته لشخصيه تسمى انكل سام، ان هو بيكلم الشعب وبيواجهه ان احنا محتاجين نروح الحرب دي، البلد عايزانا. فيبدا يوجه الكلام ده للناس، وبطريقه ما الموضوع فعلا نفع، رغم ان الموضوع فعلا لو جيت تفكر فيه هو في قمه التفاهه. بس زي ما بقول لك الموضوع ده كان ثوره وقتها في الدعايه، فالناس كانت بتتعامل معاك كانك جبت رجل كهف ووريته نار هيبدا يعبدها ويصلي لها، وفاهم. فانا ليه قاعد اسوحك التسويحه دي كلها ولا قاعد احكي لك الحكايه دي؟ عشان بالظبط هو ده اقرب مثال يشرح فيه النظريه. والمعنى الحرفي للنظريه ان الاعلام رصاصه بتخترق مخك زي الدحيح بالظبط، ان هو بيقعد يحط لك معلومات الحاديه وكلام ابن متن، يقول لك في الاخر انا بنقل وماليش دعوه بالكلام ده ومش عارف ايه. في الحاله دي بالظبط بيمرر لك اللي هو عايزه. ايوه، وبعدين هنجيب اللمه من فوق وبعدين هنلفها حوالين رقبتنا. بس النظريه دي وكل النظريات اللي هتقابلنا بعد كده هي كانت محطوطه للفكر الخام في وقتها، ولكن بعد كده دلوقتي مع الوقت بدات تتطور، عشان مع تطور مخ الناس فهي بقت لازم على طول تواكب. والفكره ان احنا بعد التطور ده دخلنا في عصر السوشيال ميديا، فده حتى دلوقتي بقى اسهل بكتير، لانك بتعدي على كميه معلومات وكميه اخبار مهوله في اليوم، فصعب ان انت تقعد تعمق وتحلل كل خبر او معلومه فيهم. بس المشكله في النظريه دي ان هي بتعامل الجمهور على انه مجرد قطيع ماشي كله في نفس السير، لو احنا كلنا هناخد نفس ردات الفعل عن الخبر وكلنا هنحلله نفس التحليل وكلنا هنمشي كده، ان هو هنروح نشوف السم في العسل فين هناخده، او هنشوف الخرا في الجوهر. وعشان النظريه دي مش في كل حاجه ممكن تتطبق، فجم علماء تانيين عملوا زي ما تقول نقد للنظريه، وعملوا نظريه تانيه اسمها الاستخدامات والاشباعات. النظريه دي بقى بتقول لك ان الجمهور مش هو الشخصيه الكيوت اللي دايما مظلومه من المنصات الاعلاميه، فهو لا بالعكس، هو الجمهور بيستخدم الاعلام عشان يشبع رغبه عنده، اذا كانت رغبه معرفيه زي انك عايز تتعلم او تعرف عن حاجه، او انعزاليه زي انك محتاج تتفرج على الاعلام عشان تنعزل عن الواقع اللي انت فيه. المهم يعني النظريه كلها قايمه على ان الجمهور بيحدد هو عايز يشوف ايه ومش عايز يشوف ايه. بس المشكله في النظريه دي ان ما كانش فيه كميه الفرايتيز اللي موجوده عندنا دلوقتي. يعني انت ممكن دلوقتي تقعد تتفرج على يوتيوب، زهقت شويه تقوم رايح مقلب في تويتر، ما زهقت اكتر تروح رايح قاعد على تيك توك. فحاليا المتلقي ما عندوش مصدر اعلامي واحد، او عنده كميه مصادر كبيره فهو يقدر ياخد منها كلها. انت محدش ضربك على ايدك ولا قالك تشوف ده ولا ما تشوفش ده ولا ايا كان. فانت المفروض في النظريه دي المنصات مالهاش اي دعوه باللي انت بتعمله، وانت المسؤول عن من الف للياء على اللي انت بتعمله. انا شايف ان العلماء اللي المفروض ردوا على فكره الرصاصه السحريه هم قرروا ان بدل الحاجه ما هتبقى في اقصى اليمين، لا هننقلها تبقى في اقصى الشمال.
الفكره انك هتلاقي النظريه دي او النظريه اللي قبلها او كل النظريات عموما هتلاقيها فاليد بشكل او باخر، بس الفكره ان كل موقف ودي الكيس بتاعته، فالموضوع بيخضع لعمليات كتير زي تربيه الشخص وتوجهاته وافكاره. فانت لو في حاجه انت ميال ليها هتروح ليها على طول. ده غير ان مش دايما الفيد اللي بيطلع لك في حاله السوشيال ميديا يعني انه ما يبقاش متوجه او في ترند منتشر او في لجان الكترونيه او ايا كان الكلام ده كله، فده مخليك مش متحكم باللي بيطلع لك، بل هو في الجوريزمز هي اللي متحكمه بيه. كل منصات السوشيال ميديا هي معتمده على الالجوريزمز اللي هي في الاول وفي الاخر معموله من بشر، والبشر ممكن ان هم يستخدموها في تطويع الحاجات اللي منشوره فيها علشان توجهاتهم او لخدمه شخص ما او جهه ما. انا بقدم اكبر عدد من الافكار في اصغر عدد جمل. وده مثلا بيوضح بشكل اكبر مع الامريكان ان هم دايما عايشين في بابل، تلاقيهم دايما عايشين منعزلين عن الواقع، وده بسبب ان هم من رايي ان هم مش دايما بيتقدم لهم الحقيقه كامله يعني. I mean, I don't know about the world because I live in America. America! وده بيخليهم دايما لما بيتعرضوا لحاجه منافيه للكلام اللي هم متعودين عليه او حاجه بتصدمهم بالواقع، فالحاجه دي لازم تبقى قويه، لازم تحطها في اي كيو واحد عنده سنتين عشان يعرفوا يستوعبوها. انت بقالك 80 سنه بيتصدر لك سرديه معينه عن الاحتلال ان هم المظلومين وهم اللي في الجهه الصح، ده عشان يتكسر كان حرفيا محتاج حمله اعلاميه كبيره من كل مناصرين القضيه عشان يقدروا ان هم بس يفكروا في ان هو لا مش دي لازم تبقى الروايه اللي هي الصح. حتى الحمله الاعلاميه دي كانت بتتصد بسبب تطوير الالجوريزمز، فكان لازم بقى ضحك على الالجوريزمز واستغلال لثغراته. كل ده اصلا بسبب ان هم محطوطين بس في بابل، او اذا كان الامريكان او اذا كان اي رجل ابيض، اي حد بشرته بيضاء. وللاسف استهلاك المحتوى الكتير في الاغلب مع الوقت هيخليك تنفصل عن الواقع، بل ممكن يخليك انك تخلط ما بين الحقيقه والواقع. وده ينقلنا للنظريه اللي بعديها وهي نظريه الغرس الثقافي. وهي ببساطه زي ما انا لسه قايل، هي استهلاكك لكميه كبيره من المحتوى هيخليك تتاثر بيها. يعني انت مثلا لو جيت تسمع حد زي مروان بابلو اللي هو انا قد ايه جامد وانا قد ايه انا بعرف وهي بالظبط دي الفكره، ان استهلاكك للحاجه وانت ما عندكش الوعي الكافي بقد ايه هي بتاثر عليك، فده هيخليك انك تنفصل عن الواقع وما تفهمش ان دي حاجه مجرد بتديك دفعه او احساس وهمي مؤقت بان انت جامد. فانت لو سبت الموضوع ده كله قاعد بيسيطر عليك وبياكل في مخك، فمع الوقت ده هيخليك منديل بالعقل. انا روسي من جبال القوقاز. مثلا زي انك لما بتتفرج على مسلسل لمده طويله بتبدا تتعلق بالشخصيات، بتقتنع ان هم حقيقيين فعلا. انا لحد دلوقتي مش قادر اقتنع ان كندر روي هو مش شخص حقيقي، يعني هو موجود حاليا معانا. ابوه كان استهلاكك كتير لحاجه معينه هيقفل مخك عليها. بصراحه انا تعرضت لحاجه زي كده قبل كده، مش هكدب عليك. انا كان بقالي فتره ما سمعتش قصص الديب ولا عدت الفيديوهات القديمه بتاعته. مره فجاه في 3 اسابيع تقدر تقول ان انا خلصت كل القصه القديمه والجديده وكله. يعني انا ماشي في السكه بسمعها، قاعد في الشغل بسمعها، قبل ما انام بسمعها. فده اولا كان محسن اللي هو ايه، طب ما انا عايز اجرب حاجه زي كده، طب ما هو ليه مفيش حاجه زي كده بتطلع لي؟ يعني انا عندي معلومات كتير عن الماورائيات وما اعرفش، يعني مش قادر استخدمها في اي حاجه، واحنا لازم نشغل الشغل كده. او نفس الشخص اللي كان بيقول ان هو عايز يجرب ويشوف حاجات من دي، ما كنتش عارف انام لمده اسبوع عشان مقتنع ان في حد قاعد بيبص عليا وانا بنام. انا مقتنع ان في حد في ركن الاوضه هنا قاعد مراقبني، بيتفرج عليا، هيشوف شفتني وانا معرض كده، وانا قاعد عند اللي هو يا اسطى هخاف من الحاجات دي ازاي يعني؟ عادي، وقاعد بكمل بسمع، مش فارقه معايا. هي حرفيا زي ما اسمها بيوصف، هي غرس ثقافي او غرس بذره، فهي قاعده بتنمو جواك. ومثلا حاجه زي كده هي اللي طلعت منها الاستيريوتايب، انك تعرضك لشكل معين عن ثقافه معينه او عرق معين، فده بيخلي او ايه كميه معين دي، ده بيخليك غصب مقتنع ان هم بالشكل ده وبالهيئه دي. الاستيريوتايب بقى ممكن يبقى محدد من جهه ما هي اللي بتقول لنا نبص على الناس دي ازاي، وده بينقلنا للنظريه الرابعه وهي نظريه حارس البوابه. وهي بالمعنى الحرفي معناها حراسه البوابه. شركه مثلا قادره تحدد هيطلع لك ايه او مش هيطلع لك ايه. تقدر تقول هو بوابه الاخبار. فلنفترض ان انت عندك 10 اخبار في اليوم، فانت كحارس بوابه هتنقي ايه الاخبار اللي ممكن تتشاف واللي ممكن ما تتشافش. حاجه زي كده في الاغلب بتبقى موجهه على حسب توجهات المنصه، او ممكن في كيس تانية تبقى متفلتره على حسب رغبه الناس على تقبل الخبر. فهل هل انت كشخص عنده سوشيال ميديا هل انت حارس البوابه بتاعك؟ فهو لكن انت كمستهلك انت مش انت حارس البوابه بتاعك ولا اي حاجه. بس فكره حراسه البوابه بقت اقل بكتير من وقت الاعلام التقليدي، بل بقى يقلل كمان من سلطتهم بشكل او باخر، بسبب ان بقى في حاجه اسمها صحافه مواطن، وده بقى مخلي تدفق الاخبار اسرع بكتير جدا. فده بيخلي الخبر اللي بيوصل للصحافه او بيوصل للتلفزيون او ايا كان، فهو خبر اتقال على السوشيال ميديا قبل كده اصلا، قد يكون كمان نازل من غير فلاتر. السلسله الطويله اللي كانت بتعدي عليها الخبر فهي ما بقتش موجوده اصلا. الموضوع دلوقتي بقى مباشر من شخص لشخص، والمنصات الاعلاميه عموما تقدر ان هي تلعب على تفكيرك بشكل معين، بشكل اصلا ممكن انت ما تبقاش واخد بالك منه. بعدين قلنا النظريه الاخيره وهي نظريه الاطار الاعلامي. الاعلام دايما بيدعي الحياد والشرف وان الراي والراي الاخر والكلام ده كله يمشي.
يعني هل انا محتاج اقول ان الكلام ده كذب؟ يعني ما اظنش انا محتاج اقول ده يعني. بس المنصات اللي بتدعي ده او بتحاول فعلا تظهر ده، فانت ممكن تقفشهم بطريقه ما. تقدر تفهم اجنداتها وتوجهاتها مجرد ما تفهم الاطار اللي محطوط فيه الخبر. يعني مثلا كل كلمه محطوطه في اي خبر بشكل معين، فهي تقدر تلعب على لا وعي، ترجم لك تصور بشكل معين. وهتقدر تشوف ده بالذات مع الصهاينه. تقدر تشوف خبر او سرديه ما بتقول ان الجيش الاحتلال واسمه جيش الدفاع، فتحس من الاسم ان هو مجرد جيش مستضعف، هو معمول عشان بس ان انا ادافع عن نفسي ضد الجيوش القويه الثانيه، او عدم وصفهم كمحتلين بل وصفهم بمستوطنين. وكلمه استيطان دايما بتوحي لك ان هو مثلا ده كان وطنهم وهم راجعين فيه تاني، او هدف الاستيطان هو اعمار الارض تاني وكأن ما كانش في حد فيها اصلا. يعني حتى كلمه الحرب على غزه اللي احنا بنستخدمها، انا من رايي شايفه انها كلمه غلط، لسبب ان انت الحرب لازم تبقى دايما من بين طرفين، لازم دايما يبقى في شد وجذب، انما اللي بيحصل ده يسمى اباده، ما ينفعش تقول عليه اي حاجه غير كده. هو بيحاول يوريك من العدسه اللي هو خلقها لك ان الموضوع ازاي، وان فعلا كل كلمه قادره ان هي تفرق في ترجمتك للموضوع او وقعها على ودانك مع الوقت. ووقعها على ودنك لوحده كافي مع الوقت ان هو يثبت الشيء اللي الراجل ده كان عايزه اصلا في دماغك. للاسف هم قادرين يفهموا اللعبه الاعلاميه فعلا قادره تمشي ازاي، وفعلا بيهتموا بالتفاصيل من صغيرها لكبرها. عشان كده الناس لما بتقول هل انت كلامك في الموضوع هيفرق في اي حاجه، فهو هيفرق، على الاقل هيخف من حس انك مخصي، وحتى لو مش هو ده الهدف، عشان ما ينفعش يبقى هو ده الهدف لوحده، بس في نفس الوقت تقدر كل كلمه انت بتقولها مثلا، او كلمه في صياغه خبر ما، او كل ده بيفرق، انك تبقى عارف هم بيلعبوا اللعبه ازاي وما تتفهش من الحاجات البسيطه. كوتش عشان الكسره اصلا ما بتجيش مره واحده، الكسره بتيجي بالتدريج، لان كان زي ده اتبنى على مدار قرن كامل، واهتم بتفاصيل زي اللي قايلها في الفيديو دي كلها عشان بس يلعب على الوعي الجمعي بشكل ما. وعلى قد ما النظريات دي تبان تافهه وعبيطه لما بتتحط قدامك كده، بس مع الوقت هتلاقي ان كلنا اتاثرنا بيها بشكل ما وكلنا تعرضنا ليها بشكل ما. وانا مش شايف ان دي حاجه تعيب حد خالص ببساطه، لاننا بشر وما ينفعش ان احنا نعمق كل حاجه بنشوفها، ده لو كنا اصلا بنعمق اي حاجه في العموم. وعشان كده فعلا اكتر حاجه ممكن تستفاد فيها بالفيديو ده ان مواد الكليه ماتيريال الفيديوهات جامد فشخ. السلام عليكم.